السلام عليكم. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي وصفه جديده. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم خبز العدس الاحمر اللي تيجي رائع وصحي. فغادي نخليكم تشوفوا معايا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله وعلى بركه الله. عندي هنا العدس الاحمر اللي غادي نعبروا منه كاس عنبه اللي تيكون عامر. غادي نجيبوه وغادي نحاولوا اننا نغسلوه مزيان. كنغسلوه 2 حتى 3 المرات. صافي هنا كنخويه في واحد البواطه اولا في شي اناء وغادي نخويو عليه الماء. كنخويو واحد الكميه د الماء حتى كيتغطى لينا على هذا الشكل هذا، وكنخليوه في هذا الماء كيرطاب ليله كامله. ضروري ما تخليوه هكا ليله كامله اولا نهار كامل هكذا باش كيرطاب لينا مزيان. صافي هنا في اليوم الموالي صافي هنا كنجيبو كيف كتشوفوا معايا هنا راني صفيته بداك الماء اللي كان رطاب فيه. كنصفيه وكنخليه يستقطر. كيف كتشوفوا معايا ان العدس فاش كيرطاب راه كيتضاعف الحجم ديالو. صافي هنا كنجيب كاس ديال الخلاط الكهربائي كنخوي فيه داك العدس وغادي نزيد معاه 4 كاس ديال الماء. داك الكاس اللي عبرنا به العدس في الاول به باش نعبروا الماء كنعبروا 4 كاس ديال الماء فقط. وكنحاولوا اننا كنطحنوا مزيان هاد العدس، كنطحنوه مزيان حتى كيولي لنا على هاد القوام هذا. صافي هنا كنجيب واحد الاناء وكنفرغوا فيه داك الخليط ديال العدس على هاد الشكل هذا. هانتوما كتشوفوا هنا غادي نضيف الملحه اللي كتبقى على حسب الذوق. ضفت نص معلقه صغيره. غادي نضيف هنا معلقه كبيره ديال الزيت زيتون ولا زيت البلديه. هنا كناخذ الكاس كندير فيه معلقه صغيره ديال خميره ديال الخبز، وكنزيدو 2 معالق صغار ديال الخل وكنخلطو مزيان هكذا باش ديك الخميره تذوب لينا وكنخليوه على جانب. هنا غادي نضيف 2 معالق كبار يكونوا عامرين مزيان من بذور قاطونه. مهم بالنسبه لهاد البذور غتمشيو عند اي عطار غتقولوا ليه عطينا بذور قاطونه راه غتلقاوها عنده. هانتوما كتكون على هاد الشكل. بالنسبه للاخوات اللي ما كيعرفوهاش كتكون على هاد الشكل. كناخذ 2 معالق كبار كنطحنهم مزيان وكنستعمل 2 معالق كبار في الخليط. هنا صافي بعد ما كتذوب لنا ديك الخميره كنزيدوها حتى هي. فبالنسبه للبذور قاطونه الا ما كانتش متوفره عندكم تقدروا تستبدلوها ب2 معالق كبار ديال زريعه الكتان اللي كطحنوها. بذور الكتان كتطحنوها حتى هي مزيان وكتستعملوا 2 معالق كبار. هذا اذا ما توفرت لكمش بذور قاطونه. صافي كنخلطوا الخليط مزيان على هذا الشكل هذا. صافي وهنا غادي نغطيو الاناء ديالنا باش هكذا الخليط يرتاح لينا شي شويه. صافي كنخليوه على جنب واحد 10 دقائق اولا 15 دقيقه. صافي هنا غادي نجيبو اللاطه ديال الفران كنفرشوا فيها بابي كويسون. وصافي هنا كندهنوا شويه يدينا بالزيت البلديه حيت الخليط كيلتصق في اليدين كيكون شويه القوام ديالو شويه خفيف. ضروري ما تستعنوا هكا بشويه ديال الزيت كدهنوا بها ايديكم وكتشكلوا هكا كويرات. المهم انا هنا هذا الخليط خرج لي 4 ديال الخبيزات اللي متوسطين. صافي كنبقاو كنشكلوا فيهم بهذه الطريقه هذه. فبالنسبه لهذا الخبز لا راه كيجي رائع كيجي مذاقه بنين. يصلح للناس اللي متبعه ريجيم او حميه وكذلك الناس اللي عندهم الداء السكري يقدروا ياخذوا هذا الخبز راه فيه فيتامينات وزوين بزاف. يعني حتى المذاق ديالو راه زوين هكا الواحد كيبغي مره يبدل. صافي هنا بعد ما كنشكلوا الخبيزات ديالنا هنا كنرش عليهم شويه ديال الزنجلان على هذا الشكل هذا. صافي غادي ندخلوه الفران اللي كيكون مسخن من قبل على 180 درجه حتى كيطيب لينا هذا الخبز. هو راه فيه الساعه كيطيب تقريبا من 25 دقيقه حتى ل 30 دقيقه كيكون طاب. هانتوما كيف كتشوفوا معايا كيخرج محمر. قبل ما كنقيسوه فاش كنخرجوه من الفران نغطيوه هكا بشي منديل ونخليوه حتى يدفى شي شويه. عاد ديك الساعات نقدروا نتناولوه.
هانتوما غادي نقطع معكم وحيده باش تشوفوا كيف كيجي من الداخل، كيجي رائع والمذاق ديالو كيجي زوين بزاف. تقدروا هكا تقدموه هكا في الوجبه ديال الفطور، هكا مره الواحد كيبغي ينوع شي شويه. وكيكون هذا هو الشكل ديالو، شكل رائع. فكنتمنى اخواتي الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. كالعاده ما تنسوش تخليو لي الاراء ديالكم في لي كومونتير. فهنا غنكون وصلنا لنهايه الفيديو. تلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وفي وصفه جديده. خليت لكم الراحه وفي امان الله.